لا استاذ، انا مو طائفي، بالعكس اصلا انا بكل مقاطعي بكل مسيرتي هاي ما فرد يوم من الايام دعوت الى الطائفه، يعني للطائفيه او اللعن او السب ابد. بس عندك منطقة طائفية مرات توصل لها وترجع. هاي اتهمت بيها بالآونة الأخيرة قبل تقريبا العام، من تكلمت حول أهالي الأنبار. يعني اليوم هاي من باب الحقيقة، يعني ومن باب هذا حقي أدافع عن الأئمة عليهم السلام، ومن حقي أن أدافع عن المذهب، لأن هذا المذهب ضحينا من أجل خيرة الشباب. يعني مثلا يوم 10 من محرم العالم كلها تبكي دم، مسيح صابئة يزيد يبكون يزيدين، وأهل الأنبار من أول يوم محرم إلى يوم 14 من محرم جايبين كاوليات ويدقون شوف. ليش أهل الأنبار؟ يعني مجموعة ناس، بيت، عائلة. لا ليش أهل الأنبار؟ أنا أقول لك الشيء، أنا ما شفتهم، يعني أنا ما شفت. لا العالم كله، قد أنت تقول العالم كله شافت. لا شفت حالات بس مو كل. لا حالات، لا حالة مو تقول 3 4 شباب نقول والله ذولا ما يمثلون الأنبار، ولكن في نصف الأنبار وحفلة كبيرة وتشوبي وأمام الإعلام، هذا ما مقبول. أتذكر في يوم من الأيام، وجنابك تتذكر يمكن، بزيارة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، اجوا 4 5 شباب، 4 5 وصغار بالعمر، رقصوا يم ابو حنيفه هوسات، يلتفت حسبال نزوره هيجي قالوا الحوزه والمعممين والتشيع وديوان نقف السني، قال اهل الجنوب يسوون طائفيه، اهل الجنوب هم 4 بالمقطع، مو 4 اذا مو 3، واني وغيري والناس البارد. انت بهاي الحاله تقول 4 اذا مو 3. اي بالحالة الأخرى اخو هاي لا موجود هناك هم أيضا هم. لا مو 3 4، لا مو 3 4، 500 600 واحد دك شو اسد شوبي يحتاج ل3 4.